يخش على اسنانه اصلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشتركي القناة ومشاهدي القناة، السلام عليكم ورحمة الله. كالعادة بنرحب بكل مشتركي القناة الجداد. بشكركم جدا على التعليقات المحترمة المميزة وتفاعلكم في آخر 4 فيديوهات. بشكر الناس كلها، بشكر الناس أساس القناة، الناس القديمة اللي موجودة معايا بتعليقاتهم المميزة، عارفين نفسيهم طبعا. النهاردة يا جماعة الساعة 6:30 تقريبا بعد الفجر، 15/9/2023 الجمعة. النهارده فيديو جديد انما في نفس المحتوى بتاعنا. النهارده ان شاء الله هنزور او هندخل حلقه السمك ان شاء الله في بحري في الانفوشي في اسكندريه. بمناسبه اسكندريه يا جماعه، الناس اللي بتسال من بره مصر ومن جوه مصر، انا منين؟ انا من اسكندريه وعاشق لتراب اسكندريه وليا الشرف، وانا من الناس اللي ما بعرفش اعيش بره اسكندريه. النهارده ان شاء الله هنخش حلقه السمك، هنشوفوا الاجواء عامله ازاي، هنشوفوا انواع سمك هنتعرفوا عليها، احجام صغيره وكبيره. انا دخلت بصيت بصه، لقيت يا جماعه زي ما انا قلت لكم قبل كده ان في اسماك قرش في البحر المتوسط، ونخلي بالنا من الموضوع ده. وتاكيدا للكلام ده انا هخليكم تشوفوها بنفسيكم. وعنوان الفيديو هو مطابق فعلا للكلام اللي انا بقوله. فعلا في البحر المتوسط اسماك قرش، لازم نخلي بالنا منها، ولازم نعمل حسابنا ان في اسماك قرش فعلا. ومن بعد موضوع حادثه الغردقه، انا اتكلمت في الموضوع في صناديق وصف في بعض الفيديوهات ان في اسماك قرش فعلا، وانا شفتها عن نفسي في التسقيط شفتها، وهوريها لكم دلوقتي ان شاء الله. هنخش نشوفوا نتعرفوا على انواع السمك، هنخشوا لو قدرنا نجيبوا اسعار هنجيبوا اسعار ان شاء الله. كل فتره كده هنزوروا حلقه سمك في محافظات مصر كلها. هنروحوا البرولوس، هنروح ابو قير في اسكندريه، هنروحوا دمياط، هنروحوا المعديه، هنروحوا رشيد، لو ان شاء الله حتى هنروحوا شادر السمك في القاهره. ان شاء الله بدعمكم وتفاعلكم مع القناه. طولت عليكم معلش. يلا بينا بقى كده نتفرج على الاجواء بتاعه حلقه السمك في الانفوشي في اسكندريه. طولت عليكم، يلا بينا. زي ما احنا شايفين الاجواء داخل الحلقة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ان شاء الله هنتعرف على سعر السمكة الاولى الشعبية في مصر وهي البولتي. هنعرف هل التجار بيزودوا فعلا السعر زيادة قوي ولا في المعقول. هنعرف الفرق بين الكابوريا الدكورة والكابوريا النتي. هنعرف الفرق بين السمكة الطازة والسمكة اللي بايتة في التلج بقالها 3-4 ايام. ان شاء الله الفيديو يعجبكم. اجواء جميلة يا جماعة، يلا بينا كده نتعرف على انواع السمك. اول حاجة يا جماعة قابلتها وانا داخل من الباب الرئيسي زي ما احنا شايفين كده، سمكة قرش صغيرة كنا بنقول عليها زمان قطط، اللي هي الدراعات او الولدة بتاعت القرش. سنانه مدببة جدا، عبارة عن ابر لدرجة ان انا ما قدرتش احط ايدي جوه بقه. جسمه انسيابي جدا. الملمس بتاعه الطالع خشن النازل ناعم، الطالع خشن جدا. ده معناه ايه؟ معناه ان في اسماك قرش في المتوسط، ولسه هنشوف اللي اكبر منه. العين تحس ان هو صاحية، العين صاحية يعني. آه، دي كانت البداية يا جماعة، وهنشوفوا اسماك اكبر منه، اسماك القرش امهاته بقى. يلا بينا خليكم معايا. ده زي ما احنا شايفين سرب اناشي. ده انش طبعا، بيتراوح وزنها تقريبا من 15 كيلو ل 25 كيلو. احنا زي ما احنا شايفين الطاولة، في سمك طالع بره الطاولة بتاعت السمك نفسها. هسيبكم بقى شوية مع الصوت اللايف بتاع الحلقة، ونستمتعوا مع بعض كده بأنواع سمك إن شاء الله. الفيديو نال إعجابكم. ما تنسوش اللايكات يا جماعة لو الفيديو عجبكم، عشان نكرر الموضوع في باقي حلقات السمك. يلا بينا.
هي لسه هيبيع. سعر العروس كام النهارده؟ سعر العروس كام؟ واخد 32. كام؟ 320. زي ما احنا سمعنا سعر القاروص كان 320، بس القاروص الكبير. الصغير بيقل شوية. ده وقار 111. ده دراك ما شاء الله أحجامه كويسة جدا، اتنين في الطاولة. حجمه بسم الله ما شاء الله. اللي جنبه دي ميرا، 3 في الكيلو تقريبا. نعرف ازاي ان السمكة طازة؟ مش من نخاشيش يا جماعة. تلاقي عينها صاحية، عينها منورة كده، تعرف ان هي طازة. ما تخليش البياع يضحك عليك ويوريك النخاشيش ان هي حمرا وتاخدها على انها طازة. لا، بص لعين السمكة. عين السمكة منورة، معلهاش غيامة التلج، خدها وانت متأكد ان هي طازة. خليكم معايا. بكام الكابوريا؟ بكام الكابوريا؟ ب 55. دي الديكور يا جماعة. زي ما احنا شايفين كده ده الدكر. هنشوف النتاية دلوقتي. الدنيس. بكام الميرا النهارده؟ ب 140. الميرا ب 140. في منها انصص واربع، صح؟ انصص واربع. بس السمك ده يعني 3 بالكيلو. 3 في الكيلو. ده طبعا لوط. زي ما احنا شايفين بيتراوح وزنه السمكة من كيلو ل2 كيلو. وعرفنا سعر الميرا ال3 في الكيلو 140 جنيه. خليكم معايا. البولتي بكام النهارده؟ البولتي ب 62. 3 في الكيلو. دي زي ما احنا شايفين مغازل. طبعا سنانها مدببة جدا، عبارة عن إبر بتعاكس دايما الصيادين في قص الشعر. عشان تصطادها لازم تحط سلاح بقايم طويلة عشان سنانها ما تطولش الشعر. البولت يا جماعة عرفنا سعره 3 في الكيلو عامل 62 جنيه، اللي بيتباع في الأسواق الشعبية. التجار بتبيعه ب75 وب80 جنيه، منتهى الاستغلال طبعا. دي حلاليف سويسي. السمكة بتتراوح وزنها من نص كيلو لكيلو تقريبا. طبعا اللي ما يعرفش الحلاليف، لا بنقول له ان طعم الحلاليف دي قريب جدا من طعم الارانب. الناس اللي بتحب الارانب لو بتاكل حلاليف هتلاقي الطعم تقريبا واحد يعني. نيجي بقى للمحرات الحر. سبحان الخالق يعني. ده بطن السمكة. دي مش عينين يا جماعة، دي زي خياشيم او فتحات تهوية، فتحات تنفس. ده بطن السمكة. هنشوفه دلوقتي. ظهرها على هيئة وش بني آدم. سبحان الخالق. تعالوا نشوفوا ظهرها كده عامل ازاي.
ده ظهره زي ما احنا شايفين، الفتحتين اللي فوق دول عينيه. البحيرات الحرة طعمه جميل جدا يا جماعة، وهو فصيلة من فصائل القرش، بيسموه بره جيتار شارك، بس من الأسماك المحلل أكلها. بص ال 111. بكام المقياس يا حاج النهارده؟ 300. وده يا جماعة اللي بنحذر منه، قروش أحجام كبيرة. أنا حاولت إن أنا أرفعه، طبعا وزنه تقيل، ده ممكن يهاجم لو في مجاميع، يعني لو 3 4 ممكن يقطعوا بني آدم يعني. هنشوفوا سنانه. أنا مش هقدر أحط إيدي أفتح، يعني مش قادر. أنا اتشكيت فعلا من سنانه. سنانه مدببة جدا، إبر وحامية جدا. والفك بتاعه قوي جدا، زي ما احنا شايفين اهو. سنانه إبر إبر. أسماك قرش بحجم مفزع. يبقى بنأكد على المعلومة، إن الناس اللي بتقول لا مفيش قروش في البحر المتوسط، بنقول لهم لا، في قروش في البحر المتوسط زي ما احنا شايفين، وطالعين بالغزل. يعني موجودين، وأحجام كبيرة، أحجام تخوف. يعني التلاتة دول اللي احنا شايفينهم لو يهاجموا أي مخلوق، أعتقد إن الأغلبية هتكون ليهم يعني. ربنا يسترها. بص عليها هي. بكام القرافص يا حاج النهارده؟ بكام القرافص؟ والله بقى برضه ما نزلتش بتاع. ده 111. ده زي ما احنا شايفين عضاد، طبعا طعمه خطير، من الاسماك اللي طعمها حلو جدا. في ناس فاكره ان هو من فصيله الدنيس، لا يا جماعه، ده من فصيله المرجان. العضاد من فصيله المرجان. زي ما احنا شايفين، كان الميرا كتير جدا، وده دراك بس احجام اصغر من اللي احنا شفناها. الميرا كانت بكترة. البوري بس كان بوري مزارع، ما شفتش بوري بحر خالص. مع البولتي، جاي مع البولتي. تعالوا كده نعيشه مع الصوت الحي. ده دراك. ده كاليماري يا جماعة، بالنسبة للناس اللي ما تعرفش الكاليماري. طعمه قريب جدا من السبيط، وفي ناس بتفضله عن السبيط كمان يعني. دي طوالي البسارية. بره حلقة السمك لسه نازلة، وطبعا جبنا سيرة البسارية، يبقى لازم نأكد تاني على موضوع القراد اللي بيبقى مدسوس جوه البسارية. لازم اللي بينقض البسارية ينقضها بحرص جدا، واحدة واحدة، لأن القراد زي ما احنا قلنا مفهوش هزار. والأيام دي البخ بتاع القراد فغالبا بتلاقيه موجود مع البسارية، فبنحذر من وجود القراد مدسوس جوه البسارية. دي يا جماعة الأجواء بره الحلقة بعد ما النهار طلع وإحنا مروحين. سبحان الله اللي جعل البحر سبب لفتح بيوت ناس كتير ورزق ناس كتير فعلا. أجواء في منتهى الروعة للي حابب الموضوع. منتظر تعليقات الناس المحترمة طبعا. عايز أعرف الموضوع كان مجدي بالنسبة لكم ولا لأ. ده يهمني جدا. آه، البيع يا جماعة بيتم عن طريق مزادات. طبعا ما لحقتش أصور.
اتكلمنا في الفيديو عن ازاي تعرف السمكة الفريش او الطازة عن السمكة اللي بقالها 3 4 5 ايام في التلج. عرفنا الفرق بين الكابوريا الديكورا والكابوريا النيتي. النيتي بتلاقي في بطنها قطعة كده عاملة كيرف اللي هي بتتشال، اللي هي من تحت من بطنها. الذكر بيبقى عبارة عن مستطيل. عرفنا سعر البولتي السمكة الشعبية الأولى في مصر. سعرها 62 جنيه. سألت عليها في نفس اليوم، التجار بتباعها من 75 ل 80 جنيه كتير. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبنقول للناس اللي كانت بتعتقد ان مفيش اسماك قرش في البحر المتوسط، لا، في اسماك قرش في البحر المتوسط، والكلام ده يعني احنا عارفينه من زمان. الناس اللي غاويه صيد من زمان في رحلات التصعيد كنا بنشوفوه. اتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم وطلعنا منه باي معلومه. الناس اللي ما شافتش حلقه السمك اتمنى ان المنظر يكون واضح بالنسبه لهم. لو عجبكم الفيديو ان شاء الله هنكمل في حلقه سمك جديده. دايما نتقابل على خير. السلام عليكم ورحمه الله.